أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. أصعب شيء في الحياة هو أنها بسيطة، بسيطة لدرجة أننا لا نتوقع أنها بهذه السهولة، ولكننا نقنع أنفسنا أن الحياة صعبة وشاقة، وهذا التفكير يجعلنا نأخذ كل شيء على محمل الجد، وناخد كل المواقف على أعصابنا، ثم نعيش طول حياتنا على العصبية والتوتر. فيتأقلم العقل الباطن مع التوتر والعصبية، وكلما تهدأ حياتنا وتبقى بدون مشاكل، تجد نفسك تشعر بالقلق بسبب هذا الاستقرار والهدوء، لأن عقلك يعتقد أن التوتر شعور صحي، لأنه اعتاد على العصبية وانت أقنعته بذلك، فيحاول أن يبعدك عن الاستقرار، فتجد نفسك تختلق ظروف وأشياء تسبب لك التوتر حتى تشعر بالراحة، ظنا منك أن هكذا هي الحياة، ولكن العكس تماما. فحقيقة الأمر أن طريقة عيش الحياة تقوم على التسليم والتوكل والرضا، وعدم أخذ أي شيء على أعصابنا، لأن كل شيء في النهاية بيد الله، والتوتر والاعتراض لن يفيد. فعندما تؤمن بالله تماما وتسلم حياتك لله تماما، ترتاح وتستطيع التركيز في دورك الأساسي، وهو التغلب على نفسك. تقبل حياتك وغير استجاباتك للأحداث، ولا تتفاعل أكتر من اللازم مع المواقف أو الأشخاص، وخذ الأشياء ببساطة، فحقا كل شيء بسيط، ولا شيء يستحق الاعتراض على أمر الله، لأن ما يحدث معك في الأساس هو استحقاقك، وانت مسؤول عنه بالكامل، لأنه انعكاس مشاعرك الداخلية. عيش الحياة برضا تام وهدوء داخلي، وتناغم بروحك مع الكون. تجربتك هي أن تسعى للأفضل وترضى بما لديك، وترتقي للحصول على ما ليس لديك. لذلك تجنب الصراعات والجدالات الفارغة والمرهقة، فأنت صحيح وأنا صحيح والجميع صحيح، والجدال لا يفيد. استثمر طاقتك وحافظ عليها، فإذا أردت أن تعيش سعيد، عيش راضي ومتوكل على الله بتسليم كامل، وقم بمجهود جبار لتنمية ذاتك، واترك الحياة تأخذ مجراها. سلام ومحبة ورحمة من الله عليكم جميعا، ودمتم أعزاء.